ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لاول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. النهارده هنعمل طريقه عمل الفسيخ وهنعرف طريقه تخليله زي ما بنشتريه بالظبط. شايفين ما شاء الله شكل الفسيخ بتاعي لونه وردي، شايفين ما شاء الله زبده معايا وزي الجاهز واحلى بكتير واوفر من اللي بتشتريه. هنعرف الطريقه المظبوطة وازاي يكون معاكي زي الجاهز بالظبط وزي ما بتشتريه من اكبر المحلات. شايفين ما شاء الله شكل الفسيخ. عندنا 2 من البوري ويكون حجمه نص كيلو او اكبر على حسب الكمية اللي انت هتشتريها. انا جبت 2 وزنهم كيلو زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ اللي انا اخده على الحوض كده وتحت الحنفية، وطبعا هنزل كده الدماغ لتحت كده علشان اغسل الخياشيم بتاعته كويس. واهم حاجة البوري بتاعي يكون صابح زي ما انتوا شايفين كده. وهنبدأ اللي احنا نشطفه كده زي ما انتوا شايفين كده. انا منزلاه لتحت كده مش هقلبه لفوق، وبديله شطفة كده بسيطة زي ما انتوا شايفين. وبأي كده قماشة كده قطن او مناديل مطبخ، وتبدأي اللي انتي تنشفي السمكة بتاعتك كويس وتحطيها كده في قلب جردل او في قلب برطمان زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة نحطها كده لتحت على دماغها كده، وهنشيل من الخياشيم دي، هنضغط عليها ونحط كده المناديل ونشيل اي دم منها كده زي ما انتوا شايفين. بعد ما سبته 6 ساعات او 8 ساعات هجيب 5 معالق كبيرة من الملح الخشن، الملح الرشيدي، وهحط عليهم نص معلقة صغيرة من الكركم وهقلبهم مع بعض كده. وهبدأ اخد السمك بتاعي كده وهبدأ اللي انا انشفه كويس جدا من المية. اعرف منين ان السمكة بتاعتي صبحة؟ لما تكون الخياشيم بتاعتها لونها احمر غامق كده، يبقى كده السمكة بتاعتي طازة. وتكون القشر بتاعها مش بيشال بسهولة، يبقى كده طازة معايا. هبدأ بعد كده بعد ما نشفته كويس هاجي كده على العظمة اللي في النص كده اللي ماسكة السمكة واضغط عليها افصلها عن السمكة. وبعد كده هبدأ اضغط ضغطتين كده على جنب السمكة، وهبدأ اجيب كيس واملي الخياشيم كويس جدا بالملح وارش رشة من الملح في قلب الكيس. وابدأ اللي انا ابسطر كده باللزق السمكة كده في اول كيس زي ما انتوا شايفين كده. وكده الملح بتاعه مظبوط، ما هيكونش ان هو حادق معاكي، هيكون الملح بتاعه مظبوط. وهبدأ بعد كده اخد في اكياس والف كل سمكة في كيسة. لما تلفي كل سمكة في كيسة احلى بكتير ومش بينزل مية خالص. وهنشوف في الاخر، هنشوف كمية المية اللي نزلت قد ايه. ببدأ ألف كويس وافضي أي هواء، أهم حاجة أفضي أي هواء من السمكة ومن الأكياس كده زي ما انتوا شايفين. بلف حوالي 5-6 لفات زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا هحطه على صينية وهبدأ كل يوم أقلبه على الجنب التاني. يعني النهاردة قلبته على الجنب ده، بكرة هقلبه على الجنب التاني لمدة 12 يوم. أنا ملحته بالظبط لمدة 12 يوم. بعد 12 يوم بدأت اللي انا افتح عليه زي ما انتوا شايفين الصينية مش نازل فيها ولا نقطة مية. شايفين الاكياس يدوب بس اللي هي معرقة معايا، مفيش اي مية خالص نزلت من السمك زي ما انتوا شايفين. شايفين شكل السمكة، شايفين شكل الفسيخة ما شاء الله شكلها زي الجاهز واحلى كمان واوفر بكتير. شايفين ببدأ اللي انا اشيل الاكياس، والاكياس نكون مفضيينها من اي هوا قبل ما تقفلي على السمك بتاعك. شايفين ما شاء الله شكل الفسيخ، شايفين ما شاء الله. هنبدأ اللي احنا نفتحه وننضفه علشان تشوفي شكل قلبه من جوه. شايفين هننضف قلبه، شايفين مبطرخ معايا. شلت كده البطاريخ، شايفين ما شاء الله لونه وردي. شايفين ما شاء الله هو كده مش بدمه، هو كده اللون المظبوط بتاعه وكده علشانه لسه جديد ومش قديم والمفروض يتاكل وهو جديد كده. شايفين ما شاء الله شكل الفسيخة بعد ما نضفتها، شايفين شكل قلبها من جوه. الفسيخ
زبدة معايا بمعنى كلمة زبدة. شايفين ما شاء الله شكل الفسيخة، شايفين لونها، وشايفين هبدأ اشيل معاكم بالمعلقة. ما شاء الله الزبدة، شايفين شكل الفسيخ ما شاء الله، طعمه في منتهى الجمال بجد، هتعشقوه قوي وهتبطلوا اللي انتوا تشتروه من بره. شايفين ما شاء الله، هنعمله بطريقة مظبوطة وبطريقة صحية، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله، شوفوا اكنه زبدة معايا او ملبن كده. شايفين ما شاء الله. ما تنسوش اللايك